أعزائي المشاهدين وبالتحديد المشتركين، شكرا من أعماق قلبي لكل شخص اشترك معنا في القناة. شكرا لكل شخص ما يعرف يشترك، ما يعرف يسوي سبسكرايب وسأل صاحبه. شكرا لكل شخص ألغى الاشتراك وبعدين كذا راجع نفسه قال أنا ليه سويت كذا ورجع اشترك تاني. أنت بالذات شكرا ليك. شكرا لكل واحد فيكم لأنه ايوه وصلت 400,000 مشترك. نعم، أبى أقول لكم كلكم أحبكم. ليش الصايم في رمضان لما يشتغل تحس انه حيموت؟ ليه يعني لما تطلب منه روح اشتغل تحس انك تبغى تتخلص منه؟ حرام عليك، انا صايم وانا اسوي ده كله يا حبيبي. انت بس شويه جيعان وشويه عطشان، ما حتقلب هيكل عظمي لما نشتغل شويتين، مو لما تشتغل الانتاجيه تماما تنعدم. بني ادم الصائم غير منتج، ما له صلاح في الحياه. تطلب منه اي شيء في الصباح ما يسوي لك، خلاص صايم. الصباح ربع خالي، ما تحصل احد، تحس انه خلاص الدنيا صارت مهجوره، انهجرت كذا، باقي شويه زنابل طولك. وفي الليل الزحمه، لا وزعلان يقول لك ليه زحمه؟ يا اخي خلصوا اموركم في الصباح، انه على اساس انت مقطع الصباح، ما انت زيهم يا حبيبي، كل واحد بيلوم الثاني. في خلال شهر رمضان المبارك كله من اوله لاخره الحياه عباره عن نوم، اصحى افطر، ارجع انام، اصحى اتسحر، والعوده في نفس الاتجاه. الصايم مخلوق فريد من نوعه، لا يتفاعل مع بيئته بأي شكل من الأشكال. غالبا ما يقوم بتخزين المأكولات قبيل الشهر حتى يتمكن من التهامها في وقت لاحق. Fasting creatures للصائم قدرة فائقة على النوم لمدة شهر كامل، ومن خلال ساعاته البيولوجية ينهض مرتين لتناول طعامه. وبعد وجبة دسمة يعود أدراجه ويغط في نوم عميق. لا ويجيك الصايم يقول لك سبحان الله، يعني كلنا فطار مع ان نحن بنصوم وما بناكل وبرضه بنمتن. ايوه حبيبي حتمتن، ما انت بتنام من الصباح وبتاكل الليل. ما يبغى له واحد يكون يعني ذكي ويكتشف سر شهر رمضان كيف ليش تمتن. لا وبعدين يجيك وقت الفطور يقول لك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. ايوه احنا عارفين انك افطرت، بس متى صمت بالضبط؟ فين الصيام؟ يعني ما دام انك نايم اليوم كله يقول لك والله انا اصوم الدقائق دي الاخيره قبل الاذان اجوع فيها كثير. ومن الكسل حتى ولو صحي تحس انه لسه ما زالت المخدة في راسه. تلاقيه يدور اي فرصه ينام فيها، تلاقي كذا هدفه في اليوم متى بس يجي فرصه انام. حتى هو يسوق السياره فهمت؟ اشاره حمراء فكت الاشاره، ومن قوه النوم اساسا اول ما الاشاره تحمر كذا تحصل كل السيارات كذا يطلع منها حروف زد. اساسا تحس انه طالما هو صاحي يعطيك انذار انه لازم ينام دحين. هو يكلمك اساسا تعرف الموضوع اللي ما فهمت؟ والكسل في الدوامات حكاية ثانية. صباح الخير. تحس الموظف كي يدخل المكتب يجلس هذا ينام يركب دي حقة الفندق اللي ممنوع الازعاج، عدم الاقتراب، عدم الاقترابين، حديقة حيوان. من الهدوء التام تحس انه بس ناقصه لمبه سهاري كده عشان يكمل الجو. تسمع صراصير الليل في النهار تحس انه كده حيخرج سبرايز لا وتنغبن تطلع كده يقول يعني هو على باله يعني اذا لما يجي الدوام كده كفايه عليه. يعني انت تبغاني اداوم واشتغل كمان؟ لا ليه؟ تلاقي الموظفين في رمضان مقسومين الى 3 اقسام، قسم غايبين وقسم نايمين وقسم بيتفرجوا على اليوتيوب، بيتفرج على ما فاتهم من حلقات هوامير الصحراء، بيشوفوا الارض تباعت ولا لسه. في رمضان اللي فات كان في مسلسل متفلت اسمه بنات الثانويه. في دار رمضان التفلت صار ما شاء الله ما شاء الله، يعني جيب اي كلمه وحط جنبها بنات صار مسلسل. عيله بنات عيله، حكايه كبنات، بنات في بنات، ملحق حتى ملحق يصير في بنات عندهم ملحق. Oh my god! يلا يلا
وعلى اساس مسلسل انه ما شاء الله في السعوديه، وانه يعكس طابع البنات في السعوديه، وانه كل بنت من طبقه معينه. طبقه ايه؟ طبقه اي طبقه، وكلهم عندهم رانج روفر. الفقير عنده رانج روفر والغني عنده رانج روفر. سايق على مين انت كمان؟ ايش السماجه دي؟ يقول لك اول ما يدخلوا هذا يجروا ايش افتح يا سمسم؟ ايش السماجه دي؟ ما في بنات كذا يروحوا الملحق فرحانين. ايش الحياه السعيده دي اللي بتعكسها اللي ما الامه داعي دي؟ لا، وقال لك يعرض لي الشخصيات من البدايه، واحده حقت الفاشن تمسك مجله، والثانيه قال لك تدق جيتار، والثالثه تشغل تتفرج على محمد نور، والرابعه تاكل بطاطس. هذه ايش يعني تاكل بطاطس؟ ايش قصر يعني مثلا الشيف حقهم يعني ايش تاكل بطاطس؟ واحده تتفرج على محمد نور الساعه 11 الصباح، ما ادري في الصباح. اي مباراه دي في الدوري السعودي يجي الصباح؟ ايش الدراخه دي يا مخرج يا مخرج؟ ما في مباراه في الصباح، الهلال والاتفاق ما يلعبوا في الصباح. لا، والثانيه دي اللي قال لك الفنانه حقتهم، اللي يعني هو المخرج كان يبغى واحده بنت حلوه تعرف تغني صوتها حلو وتدق جيتار. معليش ما ضبطت معك تدق جيتار، شيل صوت الازعاج اللي هي قاعده تسويه بالجيتار اللي باقي شويتين والاوتار تنقطع وتر من العفن حقه اللي بتدقه، وحط بداله صوت واحد ثاني. جيب اكتب علينا، خبي واحد ورا الكنبه يدق جيتار كويس. بينج 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 بينج. ربي جابك. لما في ولد انا شخصيا سميته رامبو، يعني هذا رامبو بني ادم ولد في الرياض متفلت في شوارع الرياض بمسدس. على مين بالله؟ مين ده اللي متفلت بمسدس رايح راجع بمسدس؟ ايش رامبو؟ ايش فين احنا متفلت بمسدس؟ لا وين مو بس متفلت بمسدس، الظاهر بيدخل بيوت الناس، بيمسك قال لك السواق يقول له يلا افتح الباب، والسواق يفتح له الباب ويدخل البيت ويزعق وهو بمسدس وما يصير فيه شيء. لو قال لك لما فتح الباب قال لك فتح الباب وصقع فيه الباب، وبعدين قال لك حاول يسوي حركه رونالدينو كذا بيقفلها برجله زي افلام الكرتون، ما ظبطت معاه وعادي. المخرج ما قال له شيء، ما قال له عيد ترى ما ظبطت معك، الظاهر انه ماسك على المخرج دله، فهمت؟ انا ابغى شخصيتي رامبو في المسلسل، ابغى اكون شيل المسدس طول الوقت. المخرج صار يقول له لا ما اعتقد انه في الرياض ينفع. ترى مسدسك هذا ما يخوفنا، واذا انت رجال واجهنا باللي واجهناك فيه، ترى المسدس مو بشطاره ولا رجوله. رجال غصب عنك. اقول نزل المسدس. ناصر؟ لا، وقال لك راحوا 4 انفار، هم عارفين انهم رايحين لواحد مسلح، رايحين له 4 انفار معضلين، ما ادري ايش على بالهم انه العضل يعني حيعكس الطلقه ويروح له يعني فيلم هندي، وهذاك قال لك خايف، ولما يطلق ما ادري كانه الرجال حشران ولا في له غازات ولا ايش الطلقه الغبيه دي اللي لا، وهذاك يقول لك ايش؟ ترى ما هي مرجله المسدس، تحس انه يديه كذا كانه بين قوسين من كثر ما هو مقوس، ولما انطلق عليه الدم خرج كانه متجمعين هنا مستني متى يخرجوا. الو، اطلق النار على ناصر؟ انت من جدك تتكلمين؟ يا الهي، هل فعلا حدث ذلك؟ هل اطلق النار على ناصر؟ هذا مسلسل خليجي ده ولا مكسيكي مدبلج؟ باقي يدخل عليه اليخاندرو بعد شويه. وتعال هنا ايش؟ ملحق بنات. الملحق ده حقنا، اذا كل بنت اخذت الملحق اللي في البيت كده وظبطته وحطت فيه مجله فاشن وجيتار وبطاطس، احنا فين نروح؟ ورق البلوت حقنا فين نحطه؟ عقدة الخيمه دي فين نحطها؟ ما هي مشكله، تبي تسوقوا مو مشكله، تبي تلعبوا رياضه ما هي مشكله، تبي تلعبوا ملعب صابوني قفز مظلي ما عندي اي مشكله، بس ملحق لا، ملحق ده حقنا احنا الرجال. انتوا روحوا كوافير، احنا نروح ملاحق، احنا نروح قهاوي، انتوا كوافير صوالين، حاجات حقتكم دي اللي تسووا فيها اشياء غريبه. قلة حياة، قال لك ملحق بنات، قال لك يا إلهي لقد انتهت الحلقة، لا تنسوا أن تفعلوا سبسكرايب، تضغطوا هنا اشتراك أو تتفرجون على الحلقات الفاتتة إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. تلاقي الموظف اول ما يدخل الدوام فيت على مكتبه ويعلق حقة الفنادق دي عدم الازعاج. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة العيد. كالعادة نقترح عليكم تتفرجوا الفئة الفالة في وزيرهم الرمضانية الحلقة 10، وحلقة يومك معي 5 اللي عاش فيها فراس بوغنا حياة المعاق، والحلقة 3 من برنامج على الميزان وفيها نتائج تجربة عماد وعادل، وأخيرا الحلقة 3 من برنامج لا تسدد اللي يختبر فيها مؤيد الخرش عند الجمهور.